افريقيا. الامريكيين يشوفوا باللي الجزائر هي اللي غاديه تمول في المستقبل التنميه في افريقيا، لان اموال كثيره غاديه تدخل. كل العالم يحتاج المنتوجات الجزائريه. صحيح. اذا ما نقولوش الارقام. يظهر لي رئيس الجمهوريه شهر فبراير وقال نحن ثالث اقتصاد عالمي حقيقه. في المستقبل تاعنا رانا في افريقيا حاليا، في افريقيا. لا في العالم اقتصاديا في افريقيا. انا نعرف الرئيس تاعنا جنوب افريقيا واعتقد نيجيريا. شوف لا هذه. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. اليوم عندنا فيديو من العالم الاخر. اخر ما كاين في السلوكيه في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الجزائري مهبول كيقول لكم ان الجزائر هي ثالث اقتصاد في العالم، ولكن المحللين اللي معاه كيقولوا ليه لا، راه في افريقيا، وهو كيرد عليهم لا راه قالها عمي تبون. تابعونا حتى النهايه، غادي نكملوا الفيديو او نرجع لكم. يلا نبداو. الجزائر من بعد الخبره اللي اكتسبتها في الاقتصاد، لأن كان فيه عدم خبرة في السابق، ولكن اليوم الحمد لله عندنا خبراء كبار في الاقتصاد وظهرت القوة نتاعنا خصوصا في الميدان الزراعي. الميدان الزراعي الجزائر بحكم أنه الغذاء تاعها غذاء صحي، والأزمة اليوم في العالم هي أزمة صحة. صحيح. لأن كل الدول سواء غنية أو فقيرة عندها مشكل تاع المناعة. ظهر أن المنتوج الجزائري هو منتوج يقوي المناعة عالمي. أنه الغذاء ما يسمى ليزوليغو إليمون ظهروا في المخابر، لأن في السابق نتكلموا على منتوجات تاع فرنسا كان يبيع زيت الزيتون وهو ماشي زيت الزيتون، ولكن اليوم على التحليل الفيزيائي الكيميائي أصبحت كل شيء واضح. جيد. وبالتالي أصبح لأن الجزائر هي دولة مشمسة عندها مناخ قوي. الجزائر عندها مقدرات ومقومات هائله فلاحيا استاذ سعيد، لكي تكون نموذج رائد في الشراكه مع هذه الدول سواء روسيا امريكا. انا في التجربه تاعي مع امريكا لما اكتشفوا الخصائص تاع زيت الزيتون مثلا، هذا نموذج واحد. نموذج حبوا ينميو هنا 1,000,000 هكتار زيتون لحمايه النساء تاعهم من سرطان الثدي، لأنه يقي، لأنه فيه هذه المميزات بحكم المناخ الجزائري. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ سعيد، اسمح لي المقاطعة، يعني جاهزة للتعاون وإحداث شراكة حقيقية مع الجزائر. أكثر من هذا الشيء. أمريكا على بالك هي اللي تقود العالم، وأمريكا عندها تشوف، لأنها من بعد الكوفيد هذا الجائحة نتاع الكوفيد ظهر باللي ماشي الجرثومة هذيك اللي كانت قوية جبرت جسم الإنسان ضعيف، فقد المناعه نتاعو، وبالتالي لازم يسترجعوا المناعه. والامريكيين داروا خبره في المواد الزراعيه. جيد. عندنا شوف باش ما نديروش اشهار، هذا زيت الزيتون تاعنا مزدوج الربطه. البرتقال تاعنا فيتامين سي. صحيح. التمر تاعنا فريكتوز، الوحيده في العالم اللي فريكتوز. اللوز تاعنا فيه 32 دوغري ديسونس. الامريكيين شوف الامريكيين ساهلين. الامريكيين لما يقول لك اللوز يقول لك احنا اللوز تاعنا اقل درجه، ما يستعرفوا، يقول لك اقل درجه واقل جوده من اللوز الجزائري. يفضلوا اللوز الجزائري للسوق نتاعهم ولسوق غيرهم، وبالتالي هم مستعدين يستثمروا، غادي يستثمروا اموال كثيره هنا في الجزائر للتنميه نتاع هذا الاقتصاد. اولا عندهم في التوازن تاع البحر تاع، لان الميزان التجاري لا كومبيتيفيتي دو لا ميديتيراني، المنافسيه في البحر الابيض المتوسط غادي يبنيوها ابتداء من الجزائر، لأنها هي اللي غادي ترفد البحر المتوسط. ثانيا من أجل تنمية إفريقيا، الأمريكيين يشوفوا باللي الجزائر هي اللي غادية تمول في المستقبل التنمية في إفريقيا، لأن أموال كثيرة غادية تدخل. كل العالم يحتاج المنتوجات الجزائرية. صحيح. إذا ما نقولوش الأرقام. يظهر لي رئيس الجمهورية شهر فبراير وقال نحن ثالث اقتصاد عالمي حقيقة. في المستقبل تاعنا رانا في افريقيا حاليا، في افريقيا. لا في العالم اقتصاديا في افريقيا. انا نعرف الرئيس تاعنا جنوب افريقيا واعتقد نيجيريا. شوف لا هذه عالميا. لا اسمح لي، الرئيس ارسل ميساج. ربما ممكن نكون لا اسمع، لا في تقييم. خرجنا في 2022 من كوفيد الى اخره بنسبه نمو تفوق 4.6 الى اخره. هذه تعتبر مؤشر. نعم، مؤشر من مؤشرات يعني النجاعه في الاقتصاد. لا شوف هذه نعرفوا باللي الجزائر غادي تحتل 90% من الاسواق نتاع هاد سكون ابل لي زوليغوفينول. كل العالم يشري علينا، الدوله الوحيده
اللي قادره تبيع لكل دول العالم هي الجزائر. ممتاز جدا، ممتاز. لان احنا الاولى باش نتفاهموا. احنا الطرق اللي مشينا لها مشينا عند الجبهه المضاده لنا. اوروبا كبيره، صحيح. مثلا المانيا ترحب بالمنتوج الجزائري، ترحب به. انجلترا يبكيوا عليه، صحيح. كل افريقيا، اوروبا الوسطى، صحيح، كلها تبكي على المنتوج الجزائري. كان فيه من الذي لا يبكي على المنتوج؟ من الذي يريد ان يحصل هو ماشي يريد كاين لوبيات، كاين لوبيات مثلا لمصالح ضيقه. انا مثلا كرئيس جمعيه وطنيه، ولما كنت في المجلس الدولي للزيتون كنت قنعت الاسبان والبرتغاليين والايطاليين وحتى باش ينقلوا الزيتون تاعهم للجزائر، لان الزيتون عندهم لا ينضج، ما يوصلش 60% من النضج. هذه مهمه جدا بشكل عام. لا هذه هي اللي بينت بشكل عام. اسمح لي، هذه لا خصنا نتكلموا على القوه نتاع الجزائر. صحيح. الجزائر بانت لان كان كما نقولوا اليوم كنا مع الروس. صحيح. روسيا، انا لما مشيت لروسيا لما عرفوا الزيت تما، التحليل الفيزيائي الكيميائي، التحليل الفيزيائي الكيميائي لما طبقوه صابوا الزيوت المروجه في الاسواق تاعهم ما فيهاش 5% من زيت الزيتون، كلها مغشوشه. اذا تغير العالم اليوم تغير. وحتى في اوروبا وتغير العالم الان في صالح الجزائر. اسمح لي الاوروبيين لو كان ما يجيوش للجزائر وكان ما يستثمروش هنا يفوتهم القطار. شفت سي زكي، خصنا نستعرفوا الخلل اللي كان موجود. ما هو الخلل؟ كان خلل موجود هنا في الجزائر. لان كان مرتزقه، رانا نعرفوهم، راها بانت الامور، كانوا مرتزقه اللي هما داروهم، هما وظفوهم باش يبدوا الاقتصاد الوطني ويقبلوا مثلا معامل اللي استوردناها اللي هي خرده. جبنا الخرده، يحل لك محل الزراعه مثلا، عندنا القوه في الزراعه، هو يديك اتجاه واحد اخر. مثلا لان هذا هو اللي اليوم الجزائر تخلصت منه. الجزائر رجعت للوطنيين المخلصين، رجعت لأن نعم لأولادها. درك هنا الجزائر غادي تنطلق، والحمد لله الجامعات نتاعنا رجعوا داروا الثقة في الجامعات والثقة في الإطارات الوطنية اللي كانت بكري الخبرة. صحيح. لأن أوروبا أستاذ سعيد البعض يعلق ويقول، وخاصة فرنسا، يقولون بأنه لا يريدون اقتصاد قوي جزائري منافس، وربما كل هذه الجعجعة التي قامت بها فرنسا لأجل هذا الأمر، يعني لأن فرنسا الجزائر خرجت. فرانسوا هولاند فمو قال لو جيون دو لا ميديتيراني سي الجيري. الجيري سي لو جيون دو لا ميديتيراني، هي العملاق تاع المتوسط. ما معنى ماشي المتوسط كدولة، الفضاء المتوسطي، هذا المناخ. صحيح. لأن المتوسط معروف بالمواد نتاعه المتوسطية، إذا به جغرافيا ليس كل متوسط، لابد بلا نورم تاع الحساب التوبوغرافي. هو الجيش الوطني الشعبي تاعنا، مركز الدراسات التوبوغرافية والجغرافية هو موجود هنا مباشرة، كمل الدراسات عبر في الجزائر وعبر العالم، وصبنا باللي اكتشف باللي أكبر فضاء متوسطي وأجود فضاء متوسطي هو في الجزائر، ما كان جهة أخرى. إذن والعالم كله الجيران تاعنا، المقابلين تاعنا من كل دول في العالم غادي يستغلوا هذا، لأن مهما يكون غني، مهما يكون عنده إمكانيات، إلا أن ما يبدلش الصحة نتاعو ولا الصحة نتاع أولاده، لابد باش يستهلك جزائري باش يحافظ على الصحة نتاعو. وهذا هو الشيء اللي وصلوا له كل الدول في العالم. صحيح. دائما نسأل، يعني هناك علامة استفهام تطرح، لماذا لا تأتي هذه العلامات التجارية للاستثمار في الجزائر؟ هناك صورة ربما أخذها هؤلاء على سيئة ضد الجزائر، كيف يجب أيضا تصحيحها أستاذ؟ هي لابد أن لا نتجاهل شيء، أنه فيه بعض الممارسات وعدم فهم بعض الأمور. أنه الآن جارنا العاق عنده مشروع استراتيجي راح يبدا فيه نهايه 25 بدايه 26، يدير اكبر سنترال داشا، مركز اللي يعني كل المواد تخزن في مكان واحد وتنتشر. احنا في الجزائر حان الوقت انه تكون لا سنترال داشا، لانه لا سنترال داشا دائما في هذا البرنامج وبرامج اخرى نتكلموا على القواعد اللوجستيه. انت لما يكون عندك هذا لا سنترال داشا يجيو علامات دوليه تجي عندك، لانه بحكم انه اذا دخلت عندك الجزائر فان الجزائر اولا سوق واعده. صحيح. لانه المستهلك الجزائري مستهلك ذواق، يعرف
يعرف العلامات العالمية، يعرف جي. العلامات المحلية، يعرف العلامات التي تؤثر على شريحة من شرائح المجتمع، سواء المرأة أو الشباب إلى آخره. يا سيدي زكي، المنتوج الجزائري هو منتوج ضروري أساسي عند الإنسان عبر الأرض. صحيح. ما كانش حتى سيدة تحب تصاب بالسرطان وما تستهلك زيت زيتون سليم اللي يحميها. صحيح. لذلك هذا المجال ربي عطانا هذه البقعة الجغرافية، لذلك لازمنا نستعدوا وباش ما نطيحوش في الفخة اللي فاتت. رانا عشنا مآسين تاع الجفاف وعشنا أزمات. ما هو المطلوب هنا أستاذ سعيد؟ هنا أنا نطلب من الرئيس عبد المجيد تبون باش في الفترة نتاعو ينجز 100 مركب لتحلية مياه البحر ويسقي 100 محطة. لأن لو كان درنا في السابق 100 محطة صعب كنا ما نطيحوش. لا ماشي صعب. 4 سنوات نبني يا سيدي هناك 26 محطة تحلية. لا لأن ما كانش فيه 75. ما كانش فيه إرادة فقط. الإمكانيات لا اسمح لي شحال تاع الإمكانيات قادرين الرئيس عبد المجيد تبون لأنه أموال ضخمة أستاذ بالملايير الدولار. شحال ملايير الدولار ومن بعد ملايير الدولار تتحمل الجزائر هذه الملايير؟ لا تحملها لأن غادي يكون فيه مردود مؤكد، لأننا ذكرا نستوردوا ما يفوق 10 ملايير دولار نتاع مواد زراعية، ومواد زراعية اللي رانا نستوردوها من الأسواق الدولية اللي هي غير سليمة، لأن ما عندناش حق نتشرطوا، لأن كون نجيو نتشرطوا الثمن غالي تطلع ل 60 مليار 100 مليار. إذن احنا غادي نوليو نتجو هنا لإنتاج سليم للمواطنين تاعنا، نفس الوقت نصدروا أكثر من 100 مليار دولار. إذن فلاحيا يعني. لا لأن السوق موجود. لو كان نهار الأول كانوا مغيبين علينا الأسواق. شوف أنا نقول لك نهار اللي اقترحوا لي استثمارات كان أنا لما قلت لهم عطاوني بيبسي كولا قلت لهم ما نخدمش قراب نبيع الماء والسكر ونقتل عباد الله. أنا قلت لهم ندير زيت الزيتون. قالوا لي السي رضا حمياني والسي عبد الكريم حساني كان قابل ليفسي والسي علي برايتي كان تاع الميزانيه. نعم بدون لا نقول لك زعما الاسماء قالوا لي تقدر تنافس جهات اخرى تنافسيه، ولكن درك بقينا خارج التنافسيه، بقينا وحدنا في الاسواق بالنظام التحليل الفيزيائي الكيميائي وبلا نورم جديده ما ينجموش يدخلوا معنا حتى واحد في الاسواق. الاقتصاد الجزائري كيعاني من تباطؤ، رغم أن الجزائر عندها موارد طبيعية كبيرة، كيبقى النمو محدود. الناتج المحلي الإجمالي كيتأثر بتقلبات أسعار النفط، حيث أن الاقتصاد معتمد بزاف على هذا القطاع. نسبة البطالة مرتفعة خصوصا بين الشباب، هذا الشيء كيساهم في عدم الاستقرار الاجتماعي. كاين تضخم متزايد مما كيزيد من صعوبة العيش بالنسبة للناس. الحكومة كتحاول تدير إصلاحات اقتصادية ولكن النتائج مازال ما بانتش وكاين صعوبة في تنفيذها. المغرب عنده اقتصاد أكثر تنوعا حيث كيعتمد على عدة قطاعات بحال الفلاحة، الصناعة والسياحة. هذا التنوع كيساعد المغرب في تحقيق نمو مستدام. المغرب كيجذب استثمارات أجنبية كبيرة خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة. كاين مشاريع كبيرة كتنفذ وهذا كيعطي دفعة للاقتصاد. المغرب استثمر بزاف في البنية التحتية بحال الطرق والموانئ مما كيسهل التجارة ويعزز النمو. المغرب عنده اقتصاد أكثر تنوعا حيث كيعتمد على عدة قطاعات بحال الفلاحة، الصناعة والسياحة. هذا التنوع كيساعد المغرب في تحقيق نمو مستدام. المغرب كيجذب استثمارات أجنبية كبيرة خصوصا في مجالات الطاقة المتجددة والصناعة. كاين مشاريع كبيرة كتنفذ وهذا كيعطي دفعة للاقتصاد. المغرب استثمر بزاف في البنية التحتية بحال الطرق والموانئ مما كيسهل التجارة ويعزز النمو. الأخير كيبان أن الجزائر كتعاني من بزاف ديال التحديات الاقتصادية بينما المغرب كيمشي في طريق النمو والتنوع. هذا الشيء كيعني أن المغرب عنده إمكانيات أكبر باش يواجه الأزمات ويحقق التنمية. نتمنى أن الأمور تتحسن في جميع الدول وخصوصا في بلادنا. إذا عجبكم الموضوع ما تنسوش تديروا لايك وشاركوا آراءكم في التعليقات. شكرا على المتابعة.